إذا عندك تدفئة مركزية هذا الفيديو مو لك عمي. تعالوا أعطيكم طريقة يلي بيستخدموا الحطب إن كان بالصوبيا أو إن كان بأي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بتطالع هي الصفوة مشان ما نكبكب، بدنا نسحبها شوي شوي. بسم الله. شايفين هي الصفوة شو بدي أعمل فيها هلا؟ تعالوا معي خلينا نطلع لبرا. ممكن يستفاد منه واحد هذا الفيديو ويدعي لي. بسم الله. هي الصفوة بدنا نحطها هون. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا فيها حطبه خشنه او فحمه هيك كبيره بنشيلها. شايفين؟ هذا اللي عندي نعمل. شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب هذا مازوت. انا بعرف مازوت، بغير لهجه والله ما بعرف شو اسمه. مازوت. بسم الله. بدنا نضيف مازوت ونعمل هي عجينه. بسم الله. بدنا نعجن فيه ليصيروا عجينه مزبوطه. بسم الله. هي صوت الاذان، هذا اذان المغرب. بسم الله. وبندعك يا معلم وبنقول الله اكبر الله اكبر. طبعا هي شو بنستفاد منها؟ هي هلا بنجيبها وبنحطها بعلبه. بسم الله. عجينه. ها شايفين؟ هالعجينه هاي صارت عجينه معي. بدنا نشغل حطب. نحن شو بنعمل؟ بنجيب بالمعلقه او باي شيء دعبوله مثل هي هيك وبنحطها وبنشغلها. هي بتشغل حطب، اذا كان فحم اذا كان حطب بتشغله. شوفوا شايفين؟ هي كبيره. بسم الله. شايفين؟ هي بتضل شغاله هلا ربع ساعه وما بتطفي مشان تشغل لك الحطب الكبير والفحم. ويسعد لي قلبكم، واذا عجبك الفيديو حط لي لايك. واحلى عالم بالعالم عمي. هلا بنغطيها هيك وبتضل معنا هي فتره. كل ما خلصت بنرد بنعمل غيرها. قديش اخذوا معي؟ اخذوا معي تقريبا بنص لتر، اللي اقل من لتر. هي لانه لتر وربع. هي شايفين ما احلاها؟ نص ساعة بتضل شغالة. بتحط وحدة هون وحدة هون وحدة هون وحدة هون، بتحط حطب وبتشغلهم وبتشغل لك الفحم. وعلى راسي واحلى عالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.